السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكلة هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الطحينة الخام البيتي بطريقة سهلة وبسيطة ومقاديرها مفيش ابسط منها، بتكلفة قليلة جدا عن الطحينة اللي احنا بنشتريها من بره، هيبقى اسعارها غالي جدا. معايا كوباية من السمسم اللي مش متحمص، مهم قوي يكون مش متحمص عشان ما يغمقليش لون الطحينة بتاعتي. بنفس مقدار الكوباية كوباية دقيق وكوباية من الزيت ومعلقه صغيره من بتاعه التوابل ملح. يلا بينا على النار ندي بس السمسم تحميصه بسيطه جدا، ما نغيرش لونه عشان نطلع الرطوبه اللي فيه ويدينا احلى طحينه ان شاء الله. يلا بينا. وادي حضراتكم كوبايه السمسم اهي، انا مش هحمصه زي ما قلت، انا بس هطلع الرطوبه اللي فيه وفي نفس الوقت اظهر ريحه السمسم والطعم بتاعه يبقى احلى. الحاجه لما بتكون نيه ما بتديش طعم افضل من المحمص. انا واقفه جنبه طبعا، مش هسيبه، تقليبه بسيطه جدا يا دوب يسخن بس اهو اشم ريحته، لكن ما غيرش لونه خالص. يعني العمليه تاخد يا دوب دقايق بسيطه. الكوبايه هنا ممكن تعادل ربع كيلو سمسم، او حسب المج اللي حضراتكم هتستخدموه. انا هنا مستخدمه المج هو نفس المعيار في الدقيق وفي الزيت. ممكن جدا اللي انا بعمله ده نحطه في صينيه وندخله الفرن برضو دقايق يا دوب نشم ريحته ونطلعه، بس حقيقه انا بفضل كده عشان بتحكم فيه، لان ممكن في الفرن يتنسي ويتغير لونه، وقتها يغير لي لون الطحينه بتاعتي خالص. بسم الله. خلاص اهو قرب. ابتدت الريحه تطلع اهو بتاعت السمسم. امسكه بايدي كده الاقيه سخن، هو كده تمام جدا. اشيل بقى السمسم واحط مكانه دي في نفس الطاسه. وادي حضراتكم الدقيق في نفس الطاسه زي ما قلت. شلت السمسم وحطيت الدقيق برضو، مش هغير لونه، هشيل بس منه الرطوبه تقلبتين كده وابتدي اطفي عليه النار ونشتغل على طول في الطحينه بتاعتنا. خلاص اهو دقيقه كمان وهنطفي عليه. نقلب بالراحه كده لحد ما الرطوبه بتاعه الدقيق تطلع منه. ويا ريت لما نكون هنشتغل في الطحينه سواء بالسمسم او الدقيق يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ما يكونوش من التلاجة. مهمه قوي العمليه دي عشان تطلع ان شاء الله طحينه ممتازه وناجحه زي بتاعه بره. خلاص كده الدقيق بتاعي جاهز. يلا بينا بقى نشوف هنعمل الطحينه ازاي. وادي حضراتكم هنا جبت الكبه، وممكن جدا المطحنه بتاعه التوابل. انا هجرب في الكبه، لو مشي الحال معايا تمام، حسيت ان هو الخليط مش ناعم معايا، هشتغل بمطحنه التوابل. ده متاح ان شاء الله وده متاح. الكبه هنا هجيب السمسم بتاعي بسم الله وانزل نص الكميه بتاعته، او ممكن لو هي تاخد الكميه كلها مفيش مشكله، هي اخدته تمام. بس الاسباتيولا بصوا حضراتكم، عشان التحميصه اللي انا عملتها مش عارفه باين ولا لا في الكاميرا، الزيت بتاع السمسم ابتدى يطلع ازاي، وده اللي انا عايزاه اهو موجود اهو في القاع بتاع الطبق. انا عايزه استفيد جدا من زيت السمسم. كل ما ما السمسم طلع الزيت بتاعه والريحه بتاعته تطلع الطحينه احلى. هبتدي هنا اديله ضربه كده ونشوف زي ما قلت. لو ما اختلطش كويس هنشغل مطحنه التوابل. بسم الله.
اهو ابتدى يبقى زي الرمل. مهم قوي عندي انه يبقى زي العجينه. هديله ضربه كمان وبعدين نزود له الزيت تدريجي مع بعض. اهو بصوا حضراتكم شكله عامل ازاي. هنزل بس السمسم اللي طلع كده في الغطا بتاع الكبه علشان ما يبقاش فيه حبات من السمسم والخليط كله يبقى ناعم، كله مع بعض ناعم. ازود هنا بقى نص كوبايه من الزيت عشان تسهل لي عمليه الخلط. بسم الله. واخلي الجزء اللي باقي معايا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حضراتكم الخليط في ثواني اهو ابتدى يتضرب معايا، وده مهم جدا اهو. هوريه حضراتكم بس اجيب معلقه. انا لسه ما كملتش الطحينه بس هوريه لكم علشان حطينا الزيت اهو. اختلط على طول السمسم معايا لان الزيت ساعد ان الكبه تشغل على طول الموضوع، اسهل بكتير. هديله بقى ضربه كمان ونرجع مع بعض نزود الزيت والطحينه عشان ما اطولش على حضراتكم. ادي الخليط زي ما قلت لحضراتكم ضربته كله خلاص مع بعضه. نص كميه الزيت مع السمسم. هحط هنا الملح اللي قلت عليه بمعلقه التوابل او بمعلقه الشاي، هيبقى نص معلقه من الملح. احط بقى الدقيق اللي احنا اديناله تحميصه بسيطه جدا على النار ومغيرناش لونه. بسم الله. الكميه كلها كده. نزلها بس كويس وهحط باقي كميه الزيت معاه. اضرب الكلام ده كويس قوي مع بعض، ما استعجلش عليه في الضرب عشان يديني قوام كريمي حلو بتاع الطحينه اللي بنشتريها من بره. اكمل انا ضربه عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو ونرجع مع بعض نشوف الخليط عامل ازاي. ادي حضراتكم انا خلصت ضرب الخليط كله اهو. انزل بس اللي في السكينه بتاع الكبه. بسم الله. عايزه اوري لحضراتكم القوام. تترمن ازاز او بلاستيك المهم يكون ما فيهوش ولا نقطه ميه. بصوا بسم الله ما شاء الله القوام عامل ازاي، وما فصلتش ولا اي حاجه. ناخد بالنا ان هي بعد شويه هتتقل تاني. احنا هنحطها في التلاجة او حتى لو سيبناها بره وما فتحناهاش بعد اول استخدام، يعني لو فتحناها اقصد اقول بعد اول استخدام هنحطها في التلاجة. لو ما فتحناهاش وسايبينها كده هتفضل بره مش هيحصل لها ان شاء الله اي حاجه. قوام جميل ما فصلش زي ما قلت الزيت عن السمسم زي ما بسمع من بعض الناس. اتفضل كمان حبه هنا في الكبه دي، مش كل الكميه اهو، يعني عملت لي كميه مناسبه جدا. ريحتها في منتهى الجمال. يا رب تعجب حضراتكم وتجربوها وتقولوا لي. المهم نقفلها كويس قوي عشان ما ندخلهاش اي هوا. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده ما تنسونيش من فضلكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا ليكم والسلام عليكم.